مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طواجن المكرونه. على فكره المكرونه دي كانت اصلا موجوده في التلاجة وانا عملت لها اعاده تدوير. انا طبعا انتوا كلكم شطار، بس يعني احنا نحب ان احنا نلفت نظر بعض. انا عملت سلقت مكرونه، كنت عامله مكرونه بالصلصه ولقيت الكميه كبيره، فشلت المكرونه دي بيضه. المفروض بقى انا لو هرجع اعملها بالصلصه تاني ولادي مش هيبقى مستحب ان هم ياكلوها. تمام. فكل ولادنا بيحبوا المكرونه البشاميل. بصوا انا عملت ايه، انا خدت بصلايه كده متوسطه ومخلتهاش خدت لون، ونزلت عليها بفلفل الوان. على فكره موسم الفلفل الالوان الايام دي اللي عايز يخزن، اسعاره حلوه جدا. ونزلت بحبه صدق كده، قطعتهم الكميه دي حسب اللي انت عايزه تحطيه. انا الكميه دي كانت كفايه عندي للمكرونه. تمام. دلوقتي انا نزلت في حله تانية، نزلت ب3 معالق دقيق و3 معالق زبده وحبه زيت. الزيت هيساعدك ان البشاميل يبقى كويس معاكي. ونزلت بكميه اللبن، انتي اللبن حسب برضو كميه المكرونه اللي انتي هتسلقيها، ومش بشرط تبقى اعاده تدوير، ممكن مكرونه تعمليها انتي بالطريقه دي. تمام. وكلنا شاطرين جدا في البشاميل. وانا حطيت فلفل اسمر وحطيت مرقه. تمام. دلوقتي انا البشاميل بتاعي خلاص، المفروض ان انا نزلت. بصي كلنا برضو الايام دي بنحتفظ بالوش اللبن. نزلت بمعلقه قشطه حلوه كده جميله، هما كانوا معلقتين بس الكاميرا جابت واحده. ونزلت بحبه بشاميل، حطيتها على البشاميل القشطه، ونزلت بحبه بشاميل على المكرونه، وهصبها في طواجن. تمام. وحطيت طبعا البشاميل عليها. هي وصفة حلوة جدا وهتحبيها، ولادك هيحبوها قوي. وعلى فكرة خفيفة، المكرونة بالصدوق انا حسيت ان هي اخف كمان من المكرونة باللحمة. هترصي عدد الطواجن اللي عندك، وهتحطي على وشها البشاميل والجبنة. شوفي اي نوع جبنة عندك عايزة تحطيه حطيه، ما بتاخدش اي حاجة، هي طبعا مستوية. فانت بمجرد بس ان انت هتشمعيها تحت الشواية. يا رب الاكلة دي تعجبكم، اكون افدتكم. ادي الجبنة وانا برشها. واتمنى لو انا قناتي خفيفة عليكي، اتمنى تكوني اخت من اخواتي وتشرفيني بالاشتراك، هيسعدني وجودك جدا جدا معايا. وان شاء الله تجربوا المكرونة، وان شاء الله باذنك يا رب هتعجبكم، وهتعمليها تاني وتاني وتاني، وصفتي باذن الله هتعجبك. مش لاقي اي حاجة اقولها لكم الا بالهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.